بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني اليوم أن أبدأ معكم رحلة جديدة عبر الزمن، بحيث سنغوص في أعمال التراث المغربي الغني والمليء بالحكايات والأساطير التي تنقل لنا أصالة هذا الشعب وتاريخ أجدادنا. فالتراث المغربي كما نعرف جميعا ليس مجرد كلمات تقال، بل هو مزيج من الواقع والخيال، من القصص التي تنبض بالحياة والمواقف التي تراوحت بين الحقيقة والأسطورة. فبينما نجد في بعض الحكايات مرآة للماضي الحقيقي، نجد في البعض الآخر خيالات تنسجها الألسن فتأخذنا إلى عوالم أخرى مليئة بالأبطال والعجائب. إن هذه القصص تمثل جزءا من هوية ثقافية غنية، وتعلمنا الكثير عن قيمنا وتقاليدنا التي ظلت حية في ذاكرة الأجيال. الحقيقة هذه الأساطير وهذه القصص وهذه الحكايات هي فيها مزيج من الخيال، ولكن في الحقيقة حافظتنا على التراث ديالنا وعلى التقاليد ديالنا، ووصلتنا بعض العادات والتقاليد ولو أنها وصلتها بطريقة يمكن نقول غير صحيحة. فدعونا نبدأ هذه السلسلة من الحكايات التي ستأخذنا في رحلة عبر ماضي المغرب العريق. وأول قصة غادي نبداوها هي واحد القصة مشهورة بزاف وغامضة، أثارت الرعب والفضول في قلوب المغاربة لقرون، وهذه القصة كل شيء كيعرفها، وهي غتكون الحلقة الأولى، وهي قصة عيشة قنديشة اللي كنا كنسمعوها وكيوقفنا الشعر في الراس حنايا، اما دابا الأجل من الله أعلم. هذا في واحد الليلة باردة، حيث كان القمر مكتمل، كان القمر كيضوي على وسط القرية. جلس شيخ عجوز واحد رجل شارف كيحكي قصص، ديك الحكواتي اللي كيحكي القصص، والشباب مدورين عليه، والنار متقدة، نهار العافية شاعلة في وسط الساحة القرية، وكان الجميع ينصت إليه بشغف لأنه حكواتي كيعرف يحكي القصص، ويقول بصوت خافت، بصوت مليء من الغموض، كيقول لهم: احذروا السير وحدكم في الظلام قرب الأنهار والمستنقعات، فقد تظهر لكم عيشة قنديشة. قال لهم: ما تمشيوش بالليل بوحدكم قدام الوديان والمستنقعات والبركات كنسميوهم حنايا، تقدر تخرج عليكم عيشة قنديشة. وحنايا هادي عاودوها لنا لأن حنا كنا صغارين كيقول لك فين ماشي ما تخرجش بالليل راه تخرج عليك عيشة قنديشة. وهاد عيشة قنديشة كانت امرأة فاتنة في الجمال. حنا العكس، حنا كنا كنتصوروها انها مخنشة ومخربشة وكتخوف، ولكن الحكاية الأزلية كتقول، الأسطورة كتقول أنها كانت امرأة فائقة الجمال تأثر القلوب، لكنها تخفي سرا رهيبا، لكن السر ديالها رهيب. وبعض الروايات آخرين كيقول أنها كانت جنية شريرة تسحر الرجال وتأخذهم إلى مصير مجهول. كانت واحد الجنية كتدي الرجال وما كيرجعوش. بينما يقول الآخرون إنها كانت امرأة حقيقية
محاربة مغربية قاومت الاستعمار البرتغالي بذكائها وجمالها. إذن هذه أسطورة اللي كيتعاودوا على عائشة قنديشة. لكن كيف بدأت الأسطورة؟ كيف بدأت الأسطورة؟ الأسطورة بدأت قالك في واحد الليلة في واحد القرية مغربية قديمة، كان واحد الشاب تما مسمي دريس، وكان معروف بالشجاعة ديالو، ما كيخافش. انت كتعرف كيمشي بالليل، كيمشي في الوديان وهادي. واحد الليلة هو راجع، كان عند واحد الصديق ديالو، هو راجع بالليل من الدار ديالو، هو مشى قدام واحد الواد ويسمع واحد الصوت، صوت ناعم يناديه، كيعيط له بالاسم ديالو: دريس، ادريس، ادريس. التفت دور فوجد امرأة في غاية الجمال، ترتدي لباسا أبيض، روح المرأة مزيونة والشعر كحال ولابسة الحوايج بياض، تبتسم له في نظرة غامضة، كتضحك معاه. اقترب منها مسحورا بالجمال ديالها. إذا ملي شاف داك الجمال بقى ماشي عندها، لكنها عندما رفعت طرف الثوب ديالها، ملي رفعت ديك الثوب ديالها، اش غيتشوف؟ غيتشوف الأقدام ديالها على شكل حوافر. إذا كنا كنقولو حنايا كنقولوه، ولكن باش تعرفها تشوف ليها رجلها كيكونوا عندها الرجلين د المعزة. ديك الساعة ملي شاف ديك الحوافر تجمد الدم في عروقه، وعندما أراد الفرار، ملي بغا يدور باش يهرب، اختفت في لمح البرق، تاركة وراءها ضحكة مرعبة تتردد في أرجاء المكان. منذ ذلك اليوم انتشرت الحكايات حول عائشة قنديشة، وأصبحت رمزا للخوف والأسطورة في التراث المغربي. إلى هنا أصدقائي الأعزاء غنوقف الجزء لعائشة قنديشة، الجزء الأول. غدا إن شاء الله نكملوا على عائشة قنديشة في الجزء الثاني، غنزيدو نسلطوا الضوء عليها، غنزيدو نعرفوها مزيان، غادي نزيدو نحاولوا نعرفوا الحقيقة ديالها، نحاولوا نتقربوا منها أكثر. وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.